السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكون كلكم بخير وبصحة وبسعادة. كل سنة وانتم طيبين، لسه خارجين من عيد الفطر اهو. هلملكوا بقى موضوع الفراخ البيضة ده في فيديو واحد ان شاء الله. اقول لكم بقى بناء على تجربتي اللي انا ماشية بيها. الفراخ اللي احنا شايفينها قصادنا دي عمر النهاردة 27 يوم بالظبط. في منها الكبير وفي منها الصغير ده، عشان كان في الاول بس كده قعدت حوالي اسبوع ما كنتش عارفة اظبط لهم الاسهال. لكن طبعا في حاجات ماشيه. يعني النهارده اللهم صل عليك يا نبي، عمر 27 يوم. المفروض يكون الفرخ وزن كيلو 470 كيلو 450، ولو كيلو 400 هيبقى ممتاز قوي. اللي احنا شايفينه ده فرخ قط، ما بيبانش عليه طبعا وزنه، يعني مش هتلاقيه كبير كده، انت تشوفه كده تحس ان هو صغير. لكن بصوا اعزكم الله، يعني انا عندي دورين في البطاريه اهو. الفراخ دي انا لسه وزناها، في منها كيلو 400 وشويه، وفي منها كيلو 300 وشويه، وفي منها كيلو وربع. يعني اللي تحت ده ممكن تلاقيه كيلو وربع، مش كله طبعا. طب تعالوا الخص لكم. احنا دلوقتي يعني خلاص احنا هنتكلم النهارده على الفراخ البيضه. الناس عايزه دوره الفراخ البيضه من الالف للياء. طب انا هقول لكم، انا مشيت في الفراخ البيضه دي باتجاهين او برايين. الرأي الأول إن أنت تمشي بجدول وتقول والله ده أنا أول 3 أيام هاتي أدوية معينة، بعد 3 أيام في مرض كذا، نيوكاسل معرفش إيه، هاتيله الدواء والتحصين واديله، بعد أسبوع في مرض احتمال يجي مرض مع اسمه كذا، هاتي واديله. تفضل ماشي حضرتك بجدول الأمراض اللي الدكاترة كلهم بيقولوا عليه وبيدوله أدوية. وتفضل ماشي تدي للفراخ كده طول الفترة أدوية في أدوية في أدوية. أنا عملت كده، جربت كده. طيب حصل إيه؟ ما حصلش حاجة. كانت طبعا في حاجات كتيرة بتموت. أولا ساعتها أنا كنت بربي أرضي. خلينا نبدأ الموضوع من أوله. التربية نوعين، نوع أرضي ونوع بطاريات. طبعا أنا جربت الاتنين. غلطان 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 مليون في المية اللي يربي على الأرض. الأرض مشاكلها كتير، أمراضها كتير. كل الأمراض اللي ممكن تسمع عنها بتيجي للفراخ البيضة بتيجي بسبب الأرض. الفرشة. الفرخ ده محتاج مني إيه عشان يكبر في وشه وما يعمليش مشاكل؟ زي أي تجارة كده أنا عايزة أكسب منها وما تعمليش مشاكل. الفرخ ده زيه زي البني آدم. أنا كنت دايما أقول لكم اعتبروا إن الفرخ ده زيه أي طفل عندك انت بتربيه. محتاج ايه؟ محتاج بيئة كويسة، مكان كويس اربي فيه، نظافة، تهوية، درجة حرارة، وفرشة. نظافة وتهوية وفرشة. فرشتك اللي هي لو انت هتربي على الارض تبقى نظيفة، يبقى يعني غير بسرعة بقى، يوم والتاني شيل الفرشة حط فرشة جديدة. وطبعا ده بناء عن تجربة مرهق جدا جدا جدا، ومحتاج صحة من حديد. وحتى لو حضرتك عندك صحة حافظ على صحتك، لأن الصحة دي نعمة. طب نعمل ايه؟ تجيب البطارية زي ما انا جبت كده. ربنا يعزكم انا لسه ما نضفتش، احنا منضفين الصبح. البطارية بتبقى بالشكل ده. بصوا في فوق انا مخزنه بطاريه تانية فاضيه اهو، بس هي 3 ادوار. بتبدا منين؟ بتبدا من هنا اهو. ادي دور فاضي انا مش حاطه فيه حاجه، وادي الدور التاني فيه الفراخ اهو، وادي الدور التالت من تحت فيه الفراخ، وبين كل دور ودور فيه درج سبله اهو. دي عرضها 2 متر وبتاخد درجين. شايفين ربنا يعزكم الدرج ده؟ انا لسه ما شفتوش النهارده، بغيره في اليوم مرتين او 3. ممكن تاخدي الدرج ده وتوديه الحمام عندك في البلاعه او في قاعده الحمام نفسها، وبحاجه مجهزاها او مخصصاها، وبتكحتي كل ده وترميه في القعده وتشدي عليه السيفون وتدعكي الدرج ده بفرشه، وخلاص على كده بقى نضيفه زي الفل. وتجيبي هنا او تجيبي جردل مخصص للحاجه دي وحاجه نكحت بيها، ويوميا تكحتي الحاجه اللي موجوده دي زي ما هي في مكانها هنا كده في الجردل، وترمي الجردل في البلاعه تشدي عليه السيفون، وكل يومين تاخدي درج السبله ده تغسليه عشان ما يتكومش فيه ريحه. طبعا انا بكحت دلوقتي عشان خاطر في الفتره الاخيره دي تعبنا شويه. انا بكحت كل يوم في الجردل وبغسل الدرج ده مرتين او 3، قصدي كل يومين او 3، ومفيش ريحه خالص يا جماعه، مفيش ريحه خالص. فطيب انا دلوقتي قلت لكم خلاص يبقى احنا نربي في البطاريات.
البطاريات دي اسعارها ايه؟ البطاريات دي بتختلف على قد امكانياتك هات. في بطاريه عرض متر، في بطاريه عرض مترين زي اللي انتوا شايفينها دي. العرض المتر بتاخد ايه؟ بتاخد 10 فرخات في الدور، وعلى حسب العمق كده ده 60 سنتي، وفي حاجات تانية متر. كل ما زاد العمق كل ما زاد العدد. طيب خلينا دلوقتي نقول خلاص احنا قلنا البطارية. طب البطارية دي محتاجة مني ايه؟ مش محتاجة من حضرتك حاجة خالص. البطارية دي بتيجي معاها درج العلافة ده، معاها درج السبلة، معاها خط مية انا مش مركباه وحاطه لهم انا علافات. ليه؟ لان انا كنت يعني مستعجلة وما لحقتش ان انا اركبه. كنت ناقله من المكان اللي انا كنت مأجره فيه وما لحقتش ان انا اركبه، فقلت لا انا هعمل سقات وخلاص. فكل دور تقدر انت تركب وطبعا لما تركب خط الميه افضل لك بكتير لانها هتوفر مساحه طبعا. طيب ايه تاني احنا محتاجين نعرفه عن البطاريه؟ لو انت جديد في الشغلانه هات بطاريه مستعمله وما تتكلفش. يعني في خامات، يعني انت شايف السلك ده يقول لك سلك 5 مللي، سلك 2 مللي، سلك معرفش ايه. هات حاجه خفيفه واحده بس، ما تكترش. جرب لقيت الدنيا مشيت معاك، انا انصحك بعد كده تجيب احسن حاجه لو هتكمل في الموضوع. لو انت لقيت نفسك خلاص صحتك ووقتك وقادر انك تعمل وبتطلع لك منها مكسب، وهيطلع لك ان شاء الله. يعني انا ابشرك هيطلع لك ان شاء الله. انا جربت معاكم قبل كده الفراخ البياضه وقلت لكم بلاش الفراخ البياضه، هتخسر وهتبهدل الدنيا ولسه جديده في السوق. لكن انا مجربه الفراخ التسمين كذا مره، ودي ما شاء الله برضو من ضمن الدورات بقى انا خلاص بقى. طيب انا ما عنديش مكان اجر. انا طبعا انا كنت مأجره شقه قبل كده، وبعد الشقه اجرت بيت. خلاص اتدحور بيا الحال وصحتي تعبت بما فيه الكفايه، ان انا مش قادره ان انا اجر مكان وكل يوم البس واروح اشوف المكان ده مرتين تلاتة. يا رب ارزقني ببيت، اللهم امين. ادعوا لي وقولوا يا رب يرزقني ببيت عشان ابقى بربي في دور وعايشه في دور. لان انا دلوقتي بقى ايه اللي حصل؟ طبعا لميت حاجتي كلها. طب مش هحكي لكم التفاصيل عشان الناس اللي داخله تعرف الدوره ماشيه ازاي او هنعمل ايه. حضرتك ممكن تجيب بطاريه وتحطها في اي اوضه عندك. بصوا دي اوضه بناتي اهو ده الباب اهو، وادي المروحه بتاعتهم اهو، وادي البطاريه، وادي كده الدولاب، وادي التسريحه، وادي السرير وكده. هتقولي لي حرام عليكي عيالك والريحه والكلام من ده. هقول لكم مش بيناموا هنا، يعني ما بنقعدش في الأوضة دي خالص. ممكن بنت تنام بالليل، وطبعا الأوضة بتبقى ممسوحة والكاكا والحاجات دي كلها متشالة. الأوضة بتبقى زي الفل، ما فيهاش أي ريحة، ما فيهاش أي حاجة. ده لو بنت حبت إن هي تنام فيها يعني. لكن دي أوضة مش مستغلة، يعني ما فيش حد بيقعد يذاكر فيها، ما حدش بيقعد ياكل فيها، ما حدش بيخش يتعامل فيها غير للفراخ وبس. خلاص كده، شوف عندك أي مكان فاضي، بلكونة، حتة في المطبخ، حتة في أي حاجة، وهات البطارية. يبقى ده أول حاجة اتكلمت فيها أهو. تربية الفراخ في أرض ولا بطارية؟ البطارية أحسن بكتير جدا، أحسن بكتير جدا. النور منورة عاملة إيه؟ النور أنا منورة طبعا. أولا أنا قافلة الشباك أهو، بس فاتحة الشيش. ليه؟ عشان يهوي. طيب هقفل النور بتاع اهو. النور اهو انا عاملاه اهو. انا فاتحه النور بس عشان نتكلم مع بعض، لكن انا حاطه لمبه اهي بالليل بنورها. هنا لمبه وهنا لمبه. طب ده احنا كده بيتنا هيتخرب لمبه صفراء وكلام من ده؟ لا حضرتك مش هتركب لمبه صفراء. اللمبه الصفراء في اول اسبوع تحضير بس، وبتبقى لمبه صغيره لكل دور برضو، وهي دور واحد لان احنا بنحضن في دور
اهي تقريبا دي كلها، بس انا ما جمعتهاش، انا قلت يعني هكتبها لكم احسن. بص بقى، هتجيب معاك هيه سيلينيوم، وهيه سيلينيوم ده بتبقى ازازه صغيره كده ب20 جنيه. تجيبها على حسب العدد بقى. هيه سيلينيوم، بصوا هنقول لكم الاول الحاجه كلها اكتبوها مش هتخسر. هيه سيلينيوم واملاح معدنيه، وهتجيب رافع مناعه من الصيدليه البشريه اسمه ايمولانت، وهتجيب عسل اسود، وهتجيب ازازه خل، وفي مضاد حيوي اسمه فلوموكس سواء 250 او 500. ال 250 الشريط ب10 جنيه، وال 500 الشريط ب20 جنيه. هم دول اللي انا هستعملهم طول الفتره. اللهم صل عليك يا نبي. عشان انا كنت طالعه من عيا وكنت محجوزه في العنايه المركزه، لما جبت الفراخ دي جايالي زي ما تقولوا خدت هوا من الطريق، ففي اسهال بني واسهال سايب، والاسهال مش عايز يروح. ده عمر يوم و2 يوم و5 ايام مش عايز يروح ابدا. جبت كل حاجه، لو تتابعوا ان انا جبت دواء برضو قبل كده وريته لكم، بيقول لك بقى حط فلاجيل، حط معرفش انتودين، حاجه زي كده مش فاكره اسمه، بتاع الاطفال الاصفر ده، ولا هيجيب معاك نتيجه. ايه اللي جاب معايا نتيجه عن خلاصه تجربه والله العظيم كذا دوره؟ هو الفلوموكس، مضاد حيوي فلوموكس. بروح جايبه البرشامه اللي هي 250 دي، بروح فاضيها في العلبه اللي قصادكم دي، والله العظيم 2 بالظبط، والحمام ما شاء الله يتعدل معاك 2 بالظبط. يبقى الفلوموكس استعمله امتى؟ استعمله لما يبقى عندي اسهال. طيب وخلاص الحمام اتعدل وما بقاش عندي اسهال، يبقى كل 5 ايام مش هخسر حاجه لما ادي برشامه فلوموكس. الله، طب انا هديهم من غير داعي؟ لا مش من غير داعي، انت بتحصن حاجتك. انا معرفش ايه الجديد اللي هيفاجئني، فانا بحصن حاجتي قبل ما حاجه تفاجئني. انا عملت كده في الدوره دي والدوره اللي قبلها والدوره اللي قبلها، وما كانش فيه اي حاجه ما شاء الله. يبقى الفلوموكس هتستعمله امتى؟ اول ما تجيب الفراخ هتديهم برشامه، لقيت عندك اسهال ادي 2 3 مش بيعمل اي حاجه خالص اللي هو ال 250، وبعد كده مره كل اسبوع برشامه في الميه، بس كده. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للفلوموكس. طيب الهيه سيلينيوم، الهيه سيلينيوم اشتغل على نفسك بقى. النهارده مثلا اهو، انا مثلا النهارده اليوم العاشر، هحط الميه. اوعى تحط الميه دي نظيفه كده خالص، ما تحطهاش ابدا نظيفه كده. النهارده انت عندك بتملى دي في المطبخ مثلا، حط الادويه بتاعتك في درج كده في قلب المطبخ او في علبه، وحطهم على الحوض كده. كل ما تملى سقايه النهارده روح حاطط هيه سيلينيوم، اليوم كله حط هيه سيلينيوم. خلصنا. جه تاني يوم احط ايه؟ احط املاح معدنيه. ما تحطش هيه سيلينيوم بقى، حط املاح معدنيه. اليوم اللي وراه احط ايه؟ حط معلقتين عسل. عارف انت لما يكون عندك ابن وبتهتم بيه وبتقوي مناعته، حط معلقتين عسل. تعالى اليوم اللي وراه هتحط الميه، احط ايه؟ حط ايمولانت. ايه ايمولانت ده؟ ايمولانت ده رافع مناعه، بيقوي المناعه بتاعتي وبيقتل الامراض وبيخليه الجهاز العصبي كده بتاع الفرخه يشد ويعرف ايه؟ يهاجم الامراض. هدي ايمولانت ارفع مناعه. طب ارفع مناعه ليه؟ ما انا ما عنديش مرض، ما انا مش هستنى المرض بقى، انا مش هستنى المرض، انا بدي على طول وارفع مناعه الطائر معايا اول باول عشان يديني كفاءه حلوه ويبقى الحمام بتاعه مظبوط ويبقى نشاطه كويس وبياكل كويس معايا. حلو الكلام كده. طيب خلصنا. تاني يوم اديت الايمولانت، اعمل ايه؟ اليوم اللي وراه ادي خل. كل ما تخلص السقايه حط خل، كل ما تخلص السقايه حط خل في نفس اليوم. خلص كده خلاص. طيب تمام. جه الجو حر زي ما انا شايف الجو حر قدامي كده، وتمسك الفرخ قدامك حاسس ان هو سخن، جسمه سخن ومولع. برشامه ريفو وبدوبها في الميه دي. طيب مش عايزه احط ريفو، بديل الريفو عصره ليمونه. يا سلام، مش لما يقولك نجيب له كوبايه ليمونات لحسن ده الجو حر يرطب على قلبه؟ حط بقى ليمون فريش كده، واعصر وشيل البذر وحط في السقايه. طب يا ست انا كده خلصت، انا كده خلصت معاكي يمكن اسبوع من الدوره. كل يوم مره احط هي سيلينيوم، مره احط املاح معدنيه، مره احط رافع مناعه، عسل اسود، معرفش ايه. اعمل ايه تاني؟ خلص الاسبوع، كرر بقى تاني، كرر. عايز مثلا النهارده حطيت خل، بكره تحط خل تاني، حطه وماله، مفيش مشكله، حط يومين ورا بعض. يبقى يومين خل، يومين رافع مناعه، يومين عسل اسود. عايز يوم ويوم ماشي. اتك قوي على هي السيلينيوم والخل، مضاد سموم. الخل مضاد سموم، عندك مضاد سموم حط، ما عندكش هو الخل مضاد سموم. طب انا بحط عسل ليه؟ العسل فاتح للشهيه، مقوي للعظم، حلو جدا، كالسيوم جميل، مش هيعمل لي حاجه يعني. عشان ممكن تلاقي يعني انا بتجنب كساح الفرخ،
بدل ما فجأة الاقي الفرخ ما عندوش فيتامينات كويسة والكالسيوم في جسمه قليل، وفجأة انام وراح فارد لي رجل وتاني رجل، ويجي يقف تلاقيه بيعرج. تيجي تذبح الفرخ تلاقي الرجل بتاعت في ايدك هشه دوبك تتكسر كده. لا انا عايزه اقوي بقى وادي طعم حلو للحم بتاعي، وهحط له عسل اسود. كل اللي انا قلت لكم عليه ده في الميه، ركزنا فيه والله ما هتندموا ولا هتخسروا. وانا عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله الدوره دي والدوره اللي فاتت والله العظيم انا مات مني واحد، ومات واحد ده في اول 3 ايام، اللي هو يا دوبك كنت لسه بديهم في العلاج والحاجه، في الحاجه اللي انا بقول لكم عليها دي. الدوره دي انا جايبه 55 فرخ، مات مني تقريبا 5، بس ال5 دول ماتوا على ما انا رجعت من المستشفى وفقت لنفسي وافتكرت الفلوموكس، لان كنت عماله اجيب لهم فلاجيل واجيب لهم انتينال واجيب لهم معرفش ايه على امل ان الاسهال يروح. الاسهال ما كانش بيروح، والفرخ ما كانش عاجبني خالص، وكان كمشان وشكله وحش. يعني راجعوا الفيديو كده الاولاني اللي انا كنت منزلاه فيه من حوالي 17 يوم او 3 اسابيع، كان شكله وحش، فمات مني 5. من بعد ما افتكرت الفلوموكس واشتغلت بقى على الخطه اللي انا بعملها دي، اللهم بارك الفراخ زي ما هي مفيش حاجه ماتت. يبقى الفرخه انا محتاجه عندي ايه؟ محتاجه عندي نظافه. طب هل ممكن الدرج ده ان انا اسيبه يومين وبعد كده اشيله؟ لا، اوعي تسيبيه يومين. ليه؟ لان دي امونيا اولا مؤذيه لاهل البيت. طيب انا ما افرض انت ما بتربيش في بيت، مؤذيه للفرخ، ريحه، نفسه، الجهاز التنفسي بتاعه. اما انا بحافظ عليه وعماله اقول لك اديله رافع مناعه واديله عسل واديله، وفي الاخر ابوظ كل ده واسيب السبله بتاعته تحته باليومين وبال3 ولا حتى يوم. اوعي يوم ده ما تسيبيهاش ابدا. ده انت تشيل السبله بتاعته دي 2 و3 في اليوم عشان تخلي ايه؟ نفسه مرتاح وصدره مرتاح. ما يجيش تلاقي الفرخ عمال بقى يشحر معاكي ومش قادر ياخد نفسه، ونضطر نخش في امراض تنفسيه ونجيب حاجات بقى للتنفس بتاعه القصبه الهوائيه مش عايزين نخش في موال. طول ما انت متبعه التدفئه الكويسه اللي هي التهويه، تهوي وتدفئه، يعني تكون معاكي متدفي او الفرخ معاكي متدفي في نفس الوقت فيه هوا، مش سخن مش عرقان مش قاعد مفرهط، ومحافظه على النظافه، مفيش سبله، الريحه كويسه والريحه تمام مفيش اي حاجه، ومحافظه على الاكل بتاعك والميه والحاجات اللي انا بقولك عليها دي اللي انت تعمليها، هتطلعي معاكي فرخه سوبر. والله العظيم هتطلع معاكي فرخه سوبر، اقسم بالله. الدوره اللي فاتت انا ذبحت فراخ 2 كيلو ونص، وذبحتها كمان 2,450 ولا 2 ونص، اللي هو خلاص بقى انا عايزه الحق اجيب دوره جديده، فانتم مستغلين المكان يا جماعه بقى، فهذبحكم بقى معلش. يعني كل ما قعد معاكي الفرخ كل ما هيحمل معاكي ويديكي وزن ما شاء الله اللهم بارك. استعملي بقى اللي انا بقولك عليه ده، سواء لبيتك سواء مشروع صغير كده في المطبخ جنبك وانت قاعده بتربي العيال، ربي لك 10 فرخات 20 فرخه في بطاريه صغيره، تقدري تشتريها زي ما انا بقولك دي، تقدري تخلي نجار يعملها لك بنفس برضو المواصفات دي. يعني خدي المواصفات دي وخليه يعملها لك برضو، ولازم يبقى ليها درج كده ولازم يبقى فيها حاجه، مش شرط يا ستي يبقى خط ميه وتكلفي نفسك حته سقايه زي دي كده، سقايه كبيره وسقايه صغيره. السقايه الصغيره خليها في العمر الصغير اللي هي الرتل ونص، ودي السقايه الكبيره اللي هي ال3 رتل حطيها لما يكبروا بالشكل ده، وهكذا في كل دوره. يبقى انت عندك المشروع بتاعك او عندك المشروع بتاعك، انت مش لاقي شغل، عايز تسيب شغلك وتبدا مشروع خاص، عايز تعمل اي حاجه، قدامكم المشروع اهو زي الفل. والله العظيم ما بكذب عليكم في ولا كلمه، ولا بعمل دعايه ولا بعمل اي حاجه. انا كل الحاجه اللي انا استخدمتها ونفعت معايا بقول لكم عليها، وكل الحاجه اللي استعملتها وباظت معايا بقول لكم عليها. فاعملوا الوصفه دي واعملوا الطريقه دي في التربيه، والله العظيم هتمشي معاكم زي الفل، وهتكسبوا هتكسبوا هتكسبوا، هتتراضوا والله العظيم. يبقى هرجع اخر حاجه هقولها لكم وهكتبها لكم برضو على الشاشه، على لقطه الشاشه بتاعت الفيديو، وارجعوا لها. ايه هي الحاجات اللي انا هستعملها طول الدوره؟ هنستخدم هيه سيلينيوم، املاح معدنيه، رافع مناعه اللي هو ايمولانت من الصيدليه البشريه، هتجيبي عسل اسود، هتجيبي خل، هتجيبي مضاد حيوي فلوموكس اللي هو البرشام، وهتجيبي الليمون لو عندك حر، هتجيبي اولفنت ده في ايام البرد
لو انت خايفه ان يجيلك اي حاجه او امراض تنفسيه او حاجه، ممكن تدي اولفنت ده مره كل اسبوع. اولفنت ده موسع للشعب الهوائيه مره كل اسبوع. ده بالنسبه للميه. طب مش هنحط خلطات في العلف؟ لا عادي حطي خلطات، ده الخلطات دي جميله جدا. تقدري ان انت تحطي بتاع دوت حلبه صفراء مطحونه، تقدري ان انت تحطي كركم، البصل والثوم المفرومين طبعا اقوى مضاد حيوي، بصل وثوم وليمون وعسل اسود وحلبة مطحونة. دي خلطة زيادة الأوزان الرهيبة اللي الناس كلها بتستعملها وما فيش زيها، جميلة يعني. أنا مجرباها مع خميرة مع زبادي، وتحملي الخلطة دي هتبقى زي الفل. لو عايزين خلطات زيادة الأوزان اكتبوا لي في التعليقات. طبعا أنا مجرباها كلها وحلوة جدا والله العظيم. عايزة أقول لكم اللي مرباش جرب وربي. الفراخ دي طعم لحمها سكر، طعم لحمها سكر. يعني انت بتاكل فراخ بلدي، ما بتاكلش فراخ بيضة. فرق السما من الأرض لما تيجي تجرب الفراخ دي عن فراخ المزرعة. ومشروع مربح جدا جدا جدا. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عن تكلفة مثلا 50 فرخة وارباحهم، وهقول لكم بنكسب ايه او ممكن حضرتك تكسبي ايه. وربنا يبارك ان شاء الله. استعملوا الوصفة اللي انا قلت لكم عليها دي وان شاء الله هتنفع معاكي الدورة وهتمشي في وشها ومفيش عواقب اهو ولا مشاكل. ولو حد واقف معاه مشكلة سواء في المكان او في الوقت او في الفلوس او اي حاجة، اعرضوا المشكلة وانا اقول لكم تحلوها ازاي على قد خبرتي وعلى قد اللي انا فهمته من تجارب في الفراخ. والله المستعان. وادعوا لنا دعوة حلوة. ربنا ان شاء الله يا رب يحسن ختامنا ويرزقنا ويوسع علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.